السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم من جديد على قناتكم وصفات أمسات. كنتمنى تكونوا بألف خير. اليوم إن شاء الله فيديو جديد ووصفة جديدة، وكان تحت طلب أخت اللي متتبعة عندي في القناة. كنقول لكم كاملين طلباتكم مرحبا بكم، على راسي وعلى عينيا. واليوم ان شاء الله عاد كتاب انني نحضرها معاكم، وصفه اللي رائعه بدون زبده بدون اختمار بدون اي عناء، سهله وبسيطه. غادي نقدمها لكم بحشوه وايضا بعجين اللي رائعه غتولي عندكم ان شاء الله معتمده. كنقول لكم احبكم في الله، الله يحفظكم ليا والله يفرحكم كاملين ويسر لكم جميع اموركم. ما تنسونيش باكثر عدد من اللايكات والبارطاج، ونخليكم تكتشفوا وصفه اليوم. ويلا نبدا على بركه الله. بسم الله على بركة الله. هنايا في إناء غادي نحتاجو 4 كؤوس من الدقيق الأبيض أو الفرينة. بالنسبة للكأس كيوزن 100 غرام، يعني في المجموع غادي نحتاجو 400 غرام ديال الدقيق الأبيض أو الفرينة. وأحسن حاجة خدمو بالدقيق اللي خاص بالحلويات كيكون أحسن، أو الدقيق الممتاز. هنا غادي نحتاجو ملعقة صغيرة ملح، تبقى دائما حسب الذوق، وأيضا ربع ملعقة صغيرة من خميرة الخبز أو الخميرة الفورية، ملعقة صغيرة سكر حبيبات أو سنيدة. كنخلطوا النواشف على هذه الطريقة. من بعد غادي نجيبو نصف كأس زيت نباتية ما يعادل 75 مليلتر، ودائما العبار بكأس العنبة الوزن ديالو 150 مليلتر. هنا ضفت نصف كوب، غادي نضيفو تدريجيا بالنسبة للزيت، وفي نفس الوقت راني كنلبس أو كنبسس داك الدقيق ديالي بالزيت. ضروري هاد المرحلة نخدموها على هاد الطريقة. كنبقى كنبسس بيديا حتى كنلبس الدقيق كله بالزيت. وهذا هو سر نجاح هاد الوصفه، هي هاد المرحله. يعني ضروري حنا كنلبسوا الدقيق ديالنا كيف لاحظتوا معايا بالزيت حتى كيصبح على هذا الشكل اللي كتشوفوا معايا في الصوره، يعني يصبح مرمل بالزيت. مباشره بعد ما كنعملوا هاد العمليه كنقوموا بهاد العمليه، كنضيفوا حبه بيض تكون بحراره المطبخ، ثم غادي نضيفوا الماء تدريجيا. بالنسبه لكميه الماء غادي نحتاجو ايضا نصف كوب. بالنسبه للماء راه نصف كوب كافيه لهذا العجين. ممكن انكم تاخذ لكم اقل الا كان حجم البيض كبير، وممكن ايضا تاخذ لكم اكثر بشويه اذا كان حجم البيض صغير، يعني غتكون واحد الكميه مختلفه قليل جدا ماشي كتير. هنا كنأكد لكم على اننا كنجمعوا العجين وما كنعجنوهاش، يعني غير كنجمعوها. ضروري اننا غير كنجمعوها وما نعجنوهاش، يعني ما كندلكوهاش وما كنعجنوهاش. كيف لاحظتوا معايا كنحاول غير كنجمع باليد ديالي حتى كتجمع عندي العجين. هذا هو سر نجاح هذا العجين ديال اليوم. يعني كيف لاحظتوا معايا نحاول انني غير كنجمعها ما كندلكاش، كنضغط عليها وانا كنجمع حتى كتجمع عندي. مباشره كنغطيه على بلاستيك غذائي لمده دقيقتان حتى 3 ديال الدقائق، غير كترتاح شويه. وغادي نبدا كنبسط فيها ونشكلو فيها مباشره. يعني عجينه اليوم ما كنلويو وما كنخليوها كترتاح في الثلاجه ما حتى شي حاجه، سريعه التحضير وكتجي هائله جدا. هنايا من بعد ما غادي نبسطها بالدلاك، الا شفتوها كتلتصق لكم ممكن انكم تستعنوا بشويه الدقيق. غادي نبسطها جيدا كيف لاحظتوا معايا حتى كنحصل على هذا السمك اللي موضح لكم في الصوره، ما يكونش رقيق بزاف وما يكونش غليظ. هنا غادي نجيب واحد الزلافه، وبالنسبه لليمون خاصها تكون زلافه او اي حاجه بغيتو تقطعوا بها تكون كبر من الليمون اللي غتحطوا فيهم العجينه ديالكم، باش يمكن لينا اننا نقادوهم ويجوا مزيانين. هنا غادي نقطعهم بهذه الطريقه. غادي نزول العجينه اللي كتكون زايده. بالنسبه لهاد العجين ما تعجنوهاش، غير كتعملوها كتجمعوها بهذه الطريقه وكتحطوها في بلاستيك غذائي. من بعد غادي نخدموا بها كذلك بنفس الطريقه نبسطوها. هنا كنجيب ليمون ديالي، هنا استعملت ليمون بحجم كبير، راح كاين واحدين صغار وهادو كبار، يعني استعملت المول اللي كيكون الحجم ديالو كبير. هنا غنبسطو في نفس الوقت كنضغط في الجوانب باش كتشد تقبط الشكل ديال المول. ولا كانوا عندي شي زوائد ديال العجين كنزولهم. هذه الطريقة أسهل طريقة على الإطلاق اللي ممكن أنك تحضري بها الكيش ديالك. بالنسبة للأخوات اللي بغاو الكيش ديال الزبدة، يعني العجينة كتكون بالزبدة، ماشي مشكل، خليوها ليا في التعليقات ونحضروا معاكم إن شاء الله. هنا من بعد ما كملت كيف لاحظتوا معايا كنجيب واحد الشوكة، وضروري كنتقبوه كامل باش ما ينتفخش ليا.
بالنسبه للكميه اللي عطاتني 19 قطعه حتى ل 20 قطعه اللي كتعطيكم كيف لاحظتوا معايا. من بعد ما ثقبتهم كاملين والكميه اللي عطاتني هي هذه، عملت لي بشكل اخر راه كتعطيني كميه كثيره، يعني عطاتني 19 قطعه. بالنسبه للفرن سخنته من قبل على درجه الحراره 170 درجه، كنشعل ليه غير من الاسفل وكنحط اللاطه ديالي في الوسط. كذلك فرن الغاز على نار اقل من المتوسطه، كنخليها مده 15 دقيقه غير كتشمع كنخرجها. وبالنسبه للحشوه هنا في مقلاة غادي نحتاجو زيت الزيتون، ممكن تخدموا بزيت نباتيه. حبات ديال البصل تكون مقطعه هكا طريفات، وغادي نشحروا البصيله ديالنا على هذه الطريقه. النار تكون شويه عاليه، ما تكونش هابطه بزاف وما تكونش متوسطه، اكثر من متوسطه. هنايا غادي نضيف كميه ديال الدجاج، تقريبا واحد 250 غرام ديال صدر الدجاج اللي مقطع طريفات من بعد ما غسلناه مزيان بالحامض والزنجبيل. وهنا غادي نضيف كميه ديال الفطر. انا ما استعملش الفطر المعلب، استعملت غير الفطر الطري. كنجيبو كنقطعوه هكا طريفات، كنغسلوه مزيان وكندخلو المجمد لحين انا كنبغي نستعمله. هنا بالنسبه للتوابل غادي نضيف بودره الثوم ثم الزنجبيل، شويه الفلفل الاسود او الابزار، شويه الحار او الهريسه او الشونيه، يعني اللي بغيتو اللي تواجد عندكم. كنحركو مزيان هاد المكونات بهاد الطريقه، وكيف قلت لكم النار تكون عاليه باش الدجاج ديالنا ما يطلقش النيران الماء. هنا ضفت واحد الملعقه صغيره جدا ديال توابل الدجاج وملعقه كبيره من صلصه الصويا. اللي ما تواجدش عندها صلصه الصويا ممكن تستغنى عليها. الملح حسب الذوق. هنا كنخلطو مزيان والحشوه ديالنا كتنشف، يعني نخليوها حتى تنشف وها هي واجده. هنايا مباشره غادي نحضروا لاباراي. نستعملو هنايا نحتاجو 4 ديال الحبات ديال البيض. بالنسبه للاخوات اللي يبغيو يخدموا كميه صغيره ديال ليكيش، هنا غادي تخدموا غير النصف ديال الكميه ديال لاباري. كيف شفتوا معايا 4 البيضات خدموا غير بجوج بيضات. انا هنا راني استعملت كميه كثيره اكثر من داكشي اللي حضرت معكم في العجين، يعني ضاعفت العجين مره اخرى. ضفت كذلك هنا الفلفل الاسود او الابزار، شويه ديال سكينجبير وبودرة الثوم، الملح حسب الذوق. ضفت هنا كأس ديال الكريمة 150 مليلتر كريمة الطبخ. اللي ما عندهاش الكريمة تعوضها بالياغورت الطبيعي او دانون بدون نكهة، يعني بدون سكر. ضفت كذلك واحد الزلافة ديال الجبن الموتزاريلا او جبن الاحمر اللي تواجد عندكم. كنخلط هاد لاباري مزيان ديالي كيف شفتوا معايا. وهنايا غادي نجيب الحشوه ونجيب لي كيش اللي حضرنا مع بعض من بعد ما كيطيبوا نصف طيبه. انا كنحمرهم بهاد الحشوه، ومن بعد وكيف قلت لكم الكميه اللي شاركت معكم ديال هاد لاباراي راها عطاتني ضعف هاد الكميه اللي كتشوفوا معايا في الصوره ديال لي كيش. يعني الا عندكم غير هاد الكميه اللي قدامي اللي قدامكم غادي تخدموا غير بجوج بيضات ونصف كوب ديال الكريمه، او جوج بيضات وكاس ديال ياغورت طبيعي او دانون بدون سكر. انا كنأكد على بالنسبه للاخوات باش ما تشدش لكم لاباراي. انايا من بعد ما عمرت الحشوه ديالي بلاباري غادي نضيف جبنات الموتزاريلا وغنرجع هاد لي كيش ديالنا ندخلهم للفرن كيطيبوا. نقصوا عليهم النار باش ما يتحرقوش لينا، وكيبانوا لينا كيف شفتوا معايا غيتحمروا ياخذوا اللون الذهبي ديالهم. غنقدمهم لكم بالصحه والراحه. لي كيش ديالنا هما واجدين، كيجيو خطيرين بنكهه او بمذاق الدجاج، رائعين جدا. قدمتهم لكم بالصحه والراحه، غادي ينالوا الاعجاب ديالكم من بعد ما غادي تجربوهم. نتمنى انكم تجربوهم. وكذلك العجين ديال الكيش اللي شاركت معكم حضروها على اتساع او لا بعد ودخلوها للمجمد، راه عمليه هذا العجين. نتمنى ان الوصفه تكون نالت الاعجاب ديالكم. ما تخليوهاش توقف عندكم، شاركوها مع الاصدقاء والعائله ديالكم، وخلوا لي واحد لايك فضلا وليس امرا. احبكم في الله، دمتم في رعايه الله وحفظه. الى فيديو قادم ان شاء الله.